كولر قدم واحدة من أحسن ماتشاته مع الأهلي. السويسري الهادئ قدر يسيطر على الأخضر واليابس في مصر وأفريقيا، قدر يفوز بنتيجة كبيرة كادت أن تكون تاريخية. بس السؤال اللي بيتسأل هنا هو إزاي قدر يعمل الكلام ده؟ إزاي قدر يسجل 3 أهداف في الشوط الأول وكانت ممكن تبقى 5 أو 6؟ إزاي قدر يسيطر على زمالك وسوريو ويظهره بالشكل الضعيف ده؟ ده اللي إحنا جايين نقوله، ده اللي إحنا جايين نشرحه في الحالات التكتيكية. كولر دخل الماتش وهو عارف ان الزمالك عنده مشاكل في الضغط بسبب نوعيه اللعيبه اللي بيعتمد عليها اسوريو في نص الملعب، واللي هم في الاصل مش من نقط قوته بالضغط والارتداد. انا ككولر هحفز ضغط الزمالك بالتمريرات الجانبيه والخلفيه عشان افرغ المساحات في ظهرهم. يساعدني في كده الهدف المبكر اللي جبته في اول 5 دقائق. الصوره اللي قدامك دي بتعبر عن متوسط تمركز لعيبه الزمالك خلال الشوط الاول على حسب الاحصائيات. ناخد بالنا من شويه حاجات زي ان المسلوسي ملتزم على خط واحد مع دفاع الزمالك، رقم 2 والمهم جدا مساحه كبيره فاضيه بين دفاع الزمالك ونص ملعبه خصوصا في العمق. رقم 3 بالاغلب تمركزات لعيبه الزمالك ناحيه الشمال، الناحيه اللي فيها فتوح، الناحيه اللي بيرتاح فيها فتوح بيبقى فيها على عدلته، وده يدل على ان فتوح هو العقل المدبر في الزمالك. من الناحيه الثانيه من الاهلي متوسط تمركز لاعيبته بيقول لنا ازاي الاهلي كان قادر يقرا نقطه ضعف الزمالك بتمركز قفشه وفكري في قلب الملعب، واللي هي المساحه اللي ما كانتش محميه من ولا لاعب من لعيبه الزمالك. يا عم مش عارف ابدا ازاي يعني. ما تقول حاجه نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. احد الانماط اللي بيعتمد عليها الاهلي وهي الكره الطويله بظهر الدفاع. مش شرط عشان اكسب الكره الاولى، انا بيبقى هدفي اساسا الكره الثانيه. في الثانيه 7 وعلى طريقه هدف جندوجان في اليونايتد، الاهلي وبالاخص علي معلول المميز بالطوليه بيلعب واحده عبارات قارات من السنتره. لعيبه الاهلي بتحاول تكسب الكره الثانيه اللي هترتد من دفاع الزمالك. شوف كده كم لاعب احمر على حدود ال 18 في الدوائر السوداء ومستنيين الكره الثانيه. الكادر ده قبل ما يوضح لنا ازاي الاهلي فرغ المساحه في ظهر الزمالك وقدر يجيب منها الجول الاول، فهو بيوضح لنا سيستم الزمالك في الضغط. الزمالك بيضغط نظام مان تو مان في كل حته في الملعب، كهربا مع حسام، الشحات مع حمزه، عبد الغني بيرجع يقدم المسانده لحسام، تاو مع سكر، تاو بينزل نص الملعب يسحب سكر عشان يفرغ المساحه اللي هيستغلها حسين الشحات عشان يكسب الكره الثانيه. بعد كده نص ملعب الاهلي فكري مع فتوح، نضاي مع قفشه، زيزو مع ديانج، وهاني مع نيمار. تكمله الكادر اللي فات واثبات ان الحاله الذهنيه للاعيبه الاهلي ممتازه والحاله الذهنيه للاعيبه الزمالك سيئه. عبد الغني بيرتد متاخر، ما بيقدمش الدعم لحسام. حسين الشحات بيترجم ان حسام هيشتت الكوره في ناحيه المساحه الفاضيه، حسين الشحات بيقطع الملعب بالعرض، حسين الشحات بيكنترول الكوره، حسين الشحات بيسجل الهدف الاول. تعال نتكلم بقى عن الفكره الرئيسيه اللي الاهلي اعتمد عليها في بناء اللعب وتطوير الهجمه. الزمالك زي ما احنا شايفين بيلعب مان تو مان في كل حته في الملعب. الاهلي بالتبعيه بيحفز ضغط الزمالك عن طريق الكور الجانبيه والكور الخلفيه. كور هنا مع محمد عبد المنعم اللي هيباصي لياسر ابراهيم. الكادر ده بيوضح لنا اكتر نظام الزمالك اللي اتبعه في الضغط، نظام مان تو مان، وبعد تمريره جانبيه من منعم لياسر اللي ضغط عليه الجزيري، الكره بتوصل لديانج اللي بيروح له متاخر نضاي نتيجه ترحيل العرض. هاني بدوره بيرجع خطوتين لورا عشان يشد نيمار معاه، وبالتالي يفتح مسار تمرير لتاو اللي بيشد سكر من مكانه ويفرغ المساحه اللي هيتقدم فيها فكري. هنا تاو ونتيجه الضغط الشرس من سكر بيضطر يرجع الكره للشناوي اللي هيباصيها لمنعم. البساطه الخلفيه ديت هتحفز شيكا للضغط ويضطر يسيب معلول. وهنا الاهلي بيستخدم نمط تاني في بناء اللعب وتطوير الهجمه، لاننا هنلاحظ ان اغلب هجمات الاهلي بتبدا من ياسر ناحيه تاو المميز في الاستلام تحت ضغط والوقوف على الكوره. ولو ما قدرش الاهلي يطور الهجمه من الناحيه اليمين فعلى طول بيعمل باصات جانبيه وخلفيه عشان يحفز ضغط الزمالك ويلعب الطوليه ناحيه علي معلول السريع. شيكابالا بالفعل بيتحفز للضغط، بيروح لمحمد عبد المنعم اللي بيستغل النقطه ديت وبيلعب كره طويله في ظهره لعلي معلول اللي هو اصبح دلوقتي الراجل الحر. كرة منعم بتوصل لعلي معلول على الخط، بس سيبك من الخط وخليك في المربع الابيض اللي في قلب الملعب. فتوح في موقف 2-على-1 تفوق مركزي وتفوق عددي من اخطر ما يكون. استكمالا للهجمه فتوح بيضغط على قفشه اللي بيعمل 1-2 مع معلول، لكنها مش بتكمل بسبب باصه قفشه السيئه. بس واخد بالك فكره اللي عليه السبوت الابيض واقف فين ومستني الباصه من معلول في حاله تفوق مركزي وفي مساحه فقدان في قلب ملعب الزمالك كانت ممكن تشكل خطوره كبيره جدا على الزمالك. تاني وفي الدقيقه 17 و50 ثانيه وبنفس هيكل الضغط مان تو مان في كل حته في الملعب. الكادر اللي بعده في الدقيقه 17 57 ثانيه الكره بتوصل لتاو اللي بيرجع الكره للشناوي بتمريره خلفيه عشان يدور هو على الراجل الحر اللي هيبان في الكادر اللي جاي. الاهلي وبنفس الفكره لو ما قدرتش تطور الهجمه على الناحيه اليمين ندور الكره تاني ونرجع الكره لورا هنا. وبنفس الفكره الشناوي بيلعب الكره الطويله للاعب الحر اللي هنشوف في الكادر الجاي هو هيبقى مين. الكادر اللي بعده بس المره دي شيكا ملتزم بمعلول اللي بيشده على الطرف عشان يخلي عمق الزمالك مستباح، وفي موقف 2-على-1 قفشه وفكري مره تانية على فتوح في تفوق مركزي. استكمالا للهجمه واستكمالا للتفوق المركزي والعددي في قلب الملعب وموقف 2-على-1 اللي بيتحط دايما فيه فتوح، هنا قفشه بيقدر يوصل الكره الفكري اللي قدامه مساحه ولكنه ما بيعرفش يستغل الكوره وبالتالي ما بيعرفش يستغل المساحه. هجمه ثانيه في الدقيقه 18 44 ثانيه علي معلول بيستلم الكوره عشان يباص الكوره بعرض الملعب لياسر ابراهيم عشان يحفز بعد كده ضغط الزمالك.
نفس تدوير الكوره بتوصل لياسر، ياسر بيباصي للقفشه، قفشه اللي واقف على الكوره وبعد كده يباصيها لورا التاني لهاني، هاني اللي بدوره هيباصي تاني لورا لمحمد الشناوي عشان يبدا يدور هو على الراجل الحر. الزمالك بينساق ورا الباصات الخلفيه للاهلي، بينساق ورا الكوره بتوصل لمحمد الشناوي اللي هيلعب الكوره الطويله هنا لعلي معلول اللي هو الراجل الحر اللي هيقدر بعد كده يطور الهجمه. علي معلول بيفوز بكره الشناوي وبعد كده بيلعب كره طويله بظهر دفاعات الزمالك. الكره ديت كانت ممكن تبقى انفراد لولا ان محمد صبحي قام بدور الليبرو وقدر يشدد الكوره. حاله تمام في الدقيقه 26 الاهلي بيستمر بنفس النمط وبنفس المنهجيه. علي معلول بيباص الكره لقفشه، قفشه اللي بدوره هيرجعها محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم هينقل الكوره تاني لياسر ابراهيم عشان الاهلي يبدا يطور هجمته للناحيه اليمين زي ما احنا معتادين، لان بيرستاو هناك. بيرستاو اكتر لاعب في الاهلي بيقدر يستلم تحت ضغط واكتر لاعب بيقدر يستلم ويقف على الكوره. الزمالك مستمر في ضغط المان تو مان بطول الملعب وبعرض الملعب. هنا محمد هاني بيستغل النقطه ديت وبحركه ذكيه بياخد خطوتين لورا عشان يشد سيد نيمار ويفتح مسار تمرير ياسر ابراهيم اللي بدوره بياخد الكوره وبيتحرك بيها لقدام عشان يقدر يوصلها لبيرستاو. بيرستاو اللي هنشوف في الكادر الجاي هو هيعمل ايه مع حاتم سكر. بيرستاو ببادي فينت ولا اروع بيخدع سكر ويهمه بانه هيروح يمين. سكر نتيجه كده بيرتكز بكامل جسمه على رجله اليمين عشان يفقد توازنه، ويقدر تاو في اللقطه الوحيده انه يهرب من رقابه سكر ويهاجم المساحه لقلب ملعب الزمالك من غير ما حد يقابله ولا حتى يرمي عليه السلام، مستغلا ان زمايله قدروا يشدوا لعيبه الزمالك لقدام ويفرغوا المساحه في ظهرهم. تاو بيخش منطقه ال 18 يعدي من عبد المجيد بيصوب بعد كده بجسم عبد الغني. حاجه كمان في الدقيقه 31 علي معلول هنا بيباص الكره بالعرض لياسر ابراهيم. مفيش حاجه جديده، الاهلي مازال بيحاول يستدرج الزمالك انه يضغط عليه، الزمالك مازال بيضغط بنظام مان تو مان جديد هنشوف الكادر اللي جاي. هنا حل ثالث استخدمه الاهلي غير انه يباص الكره ورا للشناوي او يباص الكره لديانج او بيرستاو ويتدرج بالكره. هنا ياسر ابراهيم بيختار الكره الطويله بظهر دفاعات الزمالك عشان يخش كهربا في سباق سرعه مع حسام عبد المجيد. الكادر ده بيقول لنا ان سباق السرعه حصل بين كهربا ومحمد عبد الغني بعد ما قدر فكري يستغل المساحه اللي في ظهر سكر ويشد حسام عبد المجيد ناحيه كهربا الاسرع وصاحب البجر الاوسع، يخش سباق سرعه مع عبد الغني ولكن محمد صبحي بينقذ الموقف ويشتت الكوره. مره كمان لا جديد يذكر ولا قديم يعاد في الدقيقه 44 ضغط عالي من الزمالك مان تو مان في كل حته في الملعب. محمد هاني هنا الناوي بيشاور له انه يلعب كره طويله. هنا محمد هاني هيختار يدي الكره لديانج، ديانج اللي عامل سكان قبل ما الكره تجيله عشان بعد كده يقدر يشعلق الكره لكهربا في المساحه اللي في ظهر دفاع الزمالك. نفس النمط، ديانج الكره طويله في ظهر دفاع الزمالك، كهربا بيكنترول الكره في مساحه كبيره جدا فاضيه في عمق الزمالك، كهربا هيقدر يوصل الكره لقفشه لكن قفشه هيختار انه يقتل الريتم ويهدى الماتش. نفس الكوره بنفس النمط في الدقيقه 45 الزمالك بيتم استدراجه عشان يضغط على الاهلي. هاني بيفضي المساحه لديانج عن طريق ان هو يتراجع خطوتين ثلاثه لورا ويسحب معاه نداي. ديانج بدوره بيشيل الكوره ويتحرك بيها لقدام ويجري عشان يقدر يطور الهجمه. ديانج بيسلم الكره لتاو ويستمر في الجري للمساحه اللي في ظهر سكر اللي خد باله من ديانج وبدا يسال نفسه اضغط على قفشه اللي على الخط ولا احمي ظهري والمساحه من انطلاقه ديانج. تاو بيسلم الكره لقفشه ويسحب معاه فتوح بعيد عن عمق الملعب ب1 2 بينه وبين قفشه يطلعوا فتوح من اللعبه ولسه سكر مش قادر ياخد قرار. بس واخد بالك من الاربع لعيبه اللي في خط وسط الزمالك، الاربع لعيبه اللي بيتفرجوا على الكوره، الاربع لعيبه اللي ما بيرتدوش الحقيقه يعني لا تعليق. ديانج بيكمل جري عشان يشغل حسام عبد المجيد، تاو بيستلم الكوره ويلف وشه عشان يلاقي هكتار مساحه في قلب ملعب الزمالك. بس سيبك من ده كله، شايف اللعيب اللي عليه السبوت الابيض اللي هناك ده هو ده علي معلول، وهي دي جمله الجول الثالث اللي الاهلي قدر يستغل المساحه اللي اتفرجت في قلب ملعب الزمالك وعلي معلول من الزون 14 يقدر يسجل الهدف الثالث.